بلغت قذارته حدا يعف اللسان عن ذكره. قال ابن تيمية في فتاواه في الجزء الثاني الصفحة 282 ضمن كلام عن عصمة الأنبياء عليهم السلام، يقول: والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. يقول العصمة في التبليغ فيما يبلغه الأنبياء عن الله هذه ثابتة، وعليه اتفاق المسلمين، عليه إجماع. وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ يعني هل هو ثابت بالدليل العقلي أم بالدليل السمعي، يعني الأحاديث الروايات الدليل النقلي؟ ومتنازعون في أن العصمة من الكبائر والصغائر أم من بعضها. أيضا أكو نزاع أنه هل العصمة من الكبائر والصغائر معا أم من بعضها، مثلا العصمة من الكبائر دون الصغائر، أو من الكبائر وبعض الصغائر لكن بعض صغائر الصغائر لا، اللمم مثلا. أم هل العصمة إنما في الإقرار عليها لا في فعلها؟ العصمة تكون من أن يقر على الذنب، يعني يبقى على الذنب ولا يتوب، أم أنه لا، العصمة حتى في فعل الذنب؟ إلى أن يقول: والقول الذي عليه جمهور الناس، القول الشائع قول الجمهور، وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف، كلام السلف يعني هذا، إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا. يقول هذا الذي أنا أثبته، وهو الذي يثبته الجمهور ويثبته السلف، ويوافق الآثار، يعني يوافق الأحاديث المنقولة عندهم، أنه الأنبياء فقط الإقرار على الذنوب هم معصومون منه، أما ما عدا هذا فهم غير معصومين. يعني ممكن أن يرتكب ذنب لكن يتوب بس، ممكن أن يقتل، ممكن أن يزني والعياذ بالله، لكن يتوب. ويقول ابن تيمية أيضا: ما احتجوا به، يرد على القائلين بالعصمة المطلقة بنحو أنه لا يمكن أن يصدر من النبي ذنب، يعني حتى فعل الذنب النبي معصوم منه. يرد علينا نحن مثلا، ويرد على بعض فرق المخالفين كالمعتزلة مثلا، الذين أيضا أثبتوا ما يقرب من العصمة المطلقة. يرد عليهم فيقول: ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح، لأننا نقول إن هذا النبي ممن عظمت عليه نعمة الله، فصدور الذنب منه هو في منتهى القبح، أقبح من صدور الذنب من غيره من العباد. أو أنها توجب التنفير، هذا من عمد الأدلة في إثبات الأدلة العقلية طبعا في إثبات العصمة المطلقة، أنه إذا جوزنا صدور الذنب على نبي من الأنبياء ولو كان ذنبا صغيرا من الصغائر، فهذا يوجب التنفير، يعني الناس تنفر منه، لا تصبح للأمة ثقة بهذا النبي ما دام يرتكب مثل هذه الذنوب.
فكيف تسمع منه كلام الله؟ كيف تقبل منه وحي الله؟ فهذا يوجب تنفيرهم، وهذا يؤدي إلى إبطال الشريعة، إبطال الغرض من الشريعة، من نزول الشريعة، من الوحي، من البعثة، إبطال الغرض من البعثة، لأن الله إنما بعث هذا النبي حتى يهدي البشر. فإذا كان صدور ذنب منه يؤدي إلى تنفير البشر منهم، من هؤلاء الأنبياء، فإذا ها هنا يبطل غرضه تبارك وتعالى من بعثة الأنبياء. فإذا لا بد أن يكونوا معصومين حتى يهتدوا. الآن طبق المسألة على نفسك. إذا أنت تعتقد بإمام جماعة في محلتك، إمام مسجد، ويوم من الأيام رأيت هذا الإنسان ارتكب ذنبا، شنو تسوي؟ تنفر منه، بعد ما تقبل منه كلامه، وخلي يصعد ليل نهار على المنبر، ما تقبل كلامه.